300 مقاتل بس غيروا مجرى التاريخ، بل وغيروا جغرافيا العالم إلى الأبد. تخيل لو كسرى ملك فارس أو هرقل ملك الروم كانوا يدركوا أو يعرفوا إن انتصار المسلمين في المعركة دي هيكون هو حجر الأساس لدولة هتنهي وجودهم من على الخريطة للأبد، كانوا دعموا المشركين بكل ما أوتوا من قوة عشان يقضوا على النبتة اللي هتثمر بعد كده رجال صامدين صابرين أقوياء قادرين على تحقيق المستحيل. ولكن شاء الله أن تنتصر هذه العصبة، ومن هنا تبدأ الانتصارات وإعلاء كلمة لا إله إلا الله إلى يوم القيامة. ومن هنا غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر أو يوم الفرقان بتبدأ الأحداث بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ بإنشاء دولته وكان حريص جدا على تحقيق الاستقرار، وده عن طريق المعاهدات اللي أبرمها مع القبائل المحيطة بالمدينة. إلا إن كل ده ما ضمنش الاستقرار الكافي للمسلمين سواء من داخل المدينة أو من خارجها، وطبعا ده بسبب اليهود وبعض المشركين اللي كانوا عايشين وسطهم. وعلاقة قريش طبعا بالقبائل المحيطة بالمدينة كانت قوية جدا، وده غير إن القتال كان لا يزال ممنوع عن المسلمين، وكان منهجهم في الوقت ده هو الإعراض عن المشركين. لكن نزلت الآية دي اللي بعدها اتغير الوضع من كف وإعراض عن المشركين إلى القتال والدفاع عن النفس. وفي مرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع باقتراب قافلة قريش التجارية اللي راجعة من الشام، واللي كان على رأسها أبو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر مهاجمتها. والقافلة دي كانت محملة بأموال كتيرة لقبيلة قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع ومعاه 300 رجل، وكان معاه 70 بعير وفرسين، الأول للزبير والتاني للمقداد بن الأسود. وطبعا كان الهدف من الهجوم ده ضرب اقتصاد قريش وإضعافها واسترداد أموال المهاجرين. والقافلة كان بيحميها حوالي 40 رجل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإعداد التربوي والنفسي لأصحابه، ويعرفهم إن قتالهم لا يكون إلا في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس شورى مع الصحابة الكرام عشان يستشيرهم في الهجوم على القافلة. سيدنا أبو بكر كان موافق وكان مؤيد للقرار ده، وبعد منه سيدنا عمر بن الخطاب والمقداد بن عمرو، وكانوا مؤكدين جدا على الموافقة. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم لغاية ما قام سيدنا سعد بن معاذ وقال كلام بليغ ومهم جدا، وقال جملته المشهورة: فوالله الذي بعثك بالحق لو خضت بنا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد فسير على بركة الله. وبما ان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الاعلى للجيش الاسلامي، اهتم بالاستعداد للمواجهة وارسال العيون لاستطلاع الاخبار، وبعد كده وزع المهام على اصحابه كالتالي: اول حاجة استخلف عبد الله بن ام مكتوم على المدينة، وعين مصعب بن عمير قائد للواء المسلمين وكانت الراية بيضة، وقسم الجيش لكتيبتين، كتيبة مهاجرين وكتيبة انصار، وكلف سيدنا علي بن ابي طالب بحمل علم المهاجرين، وسيدنا سعد بن معاذ بحمل علم الانصار، وعين الزبير بن العوام قائد لميمنة الجيش، والمقداد قائد للميسرة. وبدأ الجيش الإسلامي بالسير متوجه لمياه بدر. والأخبار طبعا وصلت لأبو سفيان بتحرك جيش المسلمين للإيقاع بالقافلة، وبسرعة بعت واحد من اللي معاه لمكة يطلب المدد والحماية. إلا إن أبو سفيان ما استناش وصول المدد، وبالحنكة والدهاء غير مساره وقدر يهرب بالقافلة. المشركين طبعا في مكة لما سمعوا الخبر غضبوا جدا، وجهزوا جيش مكون من 1000 مقاتل، وكان معاهم 100 فارس و700 بعير، يعني مفيش أي تكافؤ بين القوتين نهائي لو هتقارنهم ببعض. وعلى الرغم إن أبو سفيان بلغهم إن القافلة نجت ورجعت مكة، إلا إن أبو جهل رفض الرجوع، وكان عازم على السير بالجيش لغاية ما يوصل منطقة بدر ويقيم بالجيش هناك 3 أيام، ياكلوا ويشربوا ويغنوا عشان بقى القبائل تسمع بيهم وتعمل لهم 1000 حساب، ظنا منهم إن ده هيدعم مكانة قريش وسط القبائل، لأن طبعا 1000 مقاتل في الوقت ده عند العرب كان كبير جدا ويعتبر جيش جرار. النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن القافلة غيرت مسارها، وإن جيش المشركين خرج وواصل مسيرته، وكان عازم على القتال رغم نجاة القافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان شايف إن رجوعهم هيدعم مكانة قريش عسكرية، وفيها هتضعف كلمة المسلمين، ومفيش حاجة ساعتها هتمنع المشركين انهم يكملوا للمدينة ويغزوها. وبسرعة النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلس عسكري مع الصحابة، وبين ليهم خطورة الموقف، وانهم ما كانوش مستعدين لحرب زي دي، وان الموضوع كان مهاجمة القافلة مش اكتر، وانهم اتحطوا في موقف صعب، وما كانش قدام المسلمين مهاجرين وانصار غير انهم يقفوا وقفة رجل واحد جنب النبي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، ووالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. نزل الجيش الإسلامي لمياه بدر قبل وصول المشركين، واقترح سعد بن معاذ بناء مقر للقيادة بهدف الحفاظ على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبنوا خيمة على مكان مرتفع على تلة بتطل على أرض المعركة. وتكفل سعد بن معاذ مع شباب من الأنصار بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة والتقى الجيشان، وبدأ المشركين بالهجوم عن طريق الأسود بن عبد الأسد، فتصدى ليه سيدنا حمزة بن عبد المطلب وقتله. اشتعلت المعركة وطلع 3 من أفضل فرسان
قريش، وهم عتبة بن ربيعة واخوه شيبة والوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة، فخرج ليهم 3 من الانصار، لكن فرسان قريش طلبوا 3 من ابناء عمومتهم من المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج ليهم سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا حمزة وعبيدة بن الحارث. وقيل ان الرسول هو اللي رجع الانصار عشان تكون عشيرته هي اول من يواجه العدو. بدأت المبارزة وانهزم فرسان المشركين، وطبعا المشركين غضبوا غضب شديد جدا من البداية المحبطة دي، وهجموا على المسلمين هجمة رجل واحد، متبعين اسلوب الكر والفر والقتال بشكل عشوائي. اما المسلمين كانوا بيقاتلوا بشكل منظم، وتابع المسلمين قتالهم بحماس وشجاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحثهم ويشجعهم على القتال، لان الموقف ده صعب ولابد من الاستمرار برفع الروح المعنوية للمسلمين. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربنا بالنصر لغاية ما ربنا امدهم بمدد السماء، وهو عدد كبير من الملائكة كانت بتقاتل مع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش بالدعاء والتحفيز، لكنه كان بيقاتل معاهم في ارض المعركة، وكان بيقاتل العدو وهو بيردد ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي نهاية المعركة اضطربت صفوف المشركين وبدأوا بالفرار والهروب، وانتصر المسلمين وأسروا عدد كبير جدا من المشركين. غزوة بدر كانت أول معارك المسلمين وأول انتصاراتهم، وكانت معجزة بكل المقاييس، معجزة بتعلمك إن القوة مش في العدد والعتاد، القوة في العزيمة والإيمان، القوة في الوحدة والثقة بالله.